صباح الخير عليكم أحلى متابعين في الدنيا. فيديو النهاردة الطعمية هنعملها بطريقة سهلة بسيطة اقتصادية جدا. بتمنى من قلبي إنها تعجبكم، بتمنى أكتر إنكم تعتمدوها. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. عندي 3 كوبايات من الفول المدشوش، غسلتهم ونقعتهم لمدة ليلة كاملة. استخدمت كوبايات الشاي أو مجات الشاي كمعيار. عندي حزمة من الكزبرة، حزمة من الكرات، بصلاية متقطعة مكعبات، 5 فصوص من الثوم. وهي دي كل المكونات بتاعتي. يلا بينا نشوف الطريقة. هننزل على الفول المدشوش بتاعنا بالخضرة بتاعتنا تدريجيا زي ما انتوا شايفين، وطبعا تقدروا تضاعفوا الكمية لو حابين. بعد ما هننزل بكل الخضرة بتاعتنا هنقلب المكونات بتاعتنا ونخلطهم ببعض. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل جدا وبسيط والنتيجة تحفة. دلوقتي بقى هنيجي لمرحلة التوابل، وعايزة اقول لكم ان التوابل سهلة جدا ومتاحة عندنا في البيت، مفيش فيها اي مشكلة. هنبتديها بمعلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة الناشفة، بسيط من الفلفل الاسمر، وكمان هنزل بمعلقتين صغيرين من الملح. تقدروا طبعا الملح يبقى حسب الرغبة زي ما انتوا شايفين كده. وهنقلب ونخلط كل المكونات بتاعتنا، ولا اسهل من كده. زي ما انتوا شايفين احنا ماشيين خطوة بخطوة، وبجد هي سهلة قوي، ولما تجربوها مش هتشتروها من بره تاني ابدا. دلوقتي بقى هنروح للكبة بتاعتنا. بما ان الكبة بتاعتي ساعتها كبيرة، فهننزل بكل المكونات بتاعتنا بالمقدار كله مرة واحدة. لو كانت كبة صغيرة نقدر ننزل على مراحل. في المرحلة دي هنزل ب3 معالق من المية. ده ربع كوباية من المية، انا هاخد منه حوالي كده يعني معلقتين 3، مش هكتر، بس عشان الطعمية بتاعتنا تتحرك معانا، يعني تنعم معانا في الكبة. بصوا بجد يعني الريحة والشكل والقوام بجد حاجة قمر قوي. دي الطعمية بتاعتنا بعد ما جهزت. يلا نقلي كام واحدة كده. تقدروا طبعا تشكلوها زي ما انتوا حابين، كمان تقدروا تضيفوا سمسم او كزبرة على الوش لو حابين. بجد طالعة حلوة قوي بجد، كمان لما تجربوها مش هتشتروها تاني من بره. كمان هخزن منها، عملت منها كيسين زي ما انتوا شايفين، هشيلهم في الفريزر ان شاء الله للشهر الفضيل. وده كان الفيديو بتاعنا من النهارده، اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوه، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا في المطبخ مع سنة، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.